رحلتنا النهاردة لواحد من أجمل الأقاليم في إيطاليا، إقليم الليجوريا. وهنبدأ رحلتنا من قرية صغيرة وبتطل على بحر هادي جدا ولونه أزرق سماوي. بيوتها مميزة جدا بألوانها الزاهية وشوارعها اللي ياما مشي فيها مشاهير ورست في مراسيها أغلى اليخوت. أهلا بيكم في بورتوفينو، جوهرة الريفيرا الإيطالية، وبالرغم من صغرها لكنها واحدة من أشهر وأرقى الوجهات السياحية في إيطاليا. في رحلتنا دي رحنا أماكن كتير جدا واكتشفنا إن العالم مليان أماكن لسه هتبهرنا ولسه ياما هنشوف انبهارات بعالمنا الجميل. هنروح مع بعض على سانتا مارجريتا ليجوريا، وهنروح على بورتوفينو وديفا مارينا وسيستري ليفانت. بدأت رحلتنا من سويسرا بشكل مفاجئ بدون ترتيب، واتحركنا من مدينة لوتسيرن في سويسرا على مدينة ميلانو في إيطاليا. اتعشينا هناك وأكلنا الآيس كريم الجميل وكملنا على بورتوفينو، وقلت من هناك هشوف أي أوتيل أحجزه أو اير بي ام بي. وصلت على سانتا مارجريتا ليجوريا، بس كانت المفاجأة إن كل الأوتيلات كانت ظهرالي من اليوم التالي، ده غير الاسعار الخياليه اصلا اللي كنت شايفها. وكنت تعبان جدا ومتضايق جدا ويائس، مش عارف اتصرف ازاي. وانا بتمشى لقيت ناس كتير فارشين على الشاطئ ونايمين. بدون تفكير رحت فارش ونايم جنبهم، وصحيت على نور شروق الشمس، وتدريجيا ما كانش فيه مكان فاضي على الشاطئ. لمينا حاجتنا ورحنا فطرنا وطلعنا من سانتا مارجريتا على بورتوفينو قبل الزحمة وقبل البوابات حتى ما تفتح. لازم تبقى عارف ان الباركينج هناك غالي جدا، والساعة بتبدأ من 8 يورو وبتزيد مع الوقت. والغريب ان انا عرفت ان الناس كانت قاعدة هناك من الفجرية مستنية عند الباب عشان يلحقوا مكان جوه، بس الحمد لله لقيت مكان. ولازم تعرف ان الشاطئ العام في بورتوفينو صغير جدا، ويا تلحق يا ما تلحقش. المية هناك كانت جميلة جدا، والأجواء فعلا هناك تستاهل إن بورتوفينو تبقى من أشهر الأماكن في العالم. وكده كده لازم تكون عارف إن الساحل مليان أماكن كتير أرخص من بورتوفينو، ولكن هي من أكتر الأماكن المشهورة هناك فعلا، بس ما يمنعش إن في أماكن كتير أجمل. Benvenuti a Portofino. Portofino. دخلت على اوتيل من اللي حوالينا وجبت قطعه فوكاتشا وقهوه ب 22 يورو، وطبعا ده بالنسبه لايطاليا غالي جدا، بس ما تنساش ان انت في مكان سياحي وده موسم. قعدت حجزت الاستوديو اللي هبات فيه الليله دي، وكان على بعد نص ساعه من بورتوفينو. جينا بقى وقت الغدا وقلت هاخد العربيه ونروح ناكل في اي مطعم يبقى قريب جنبنا هنا، وكانت اكبر غلطه غلطتها. قعدت الف بالعربيه 4 ساعات، غير اني بعد ما خرجت من بورتوفينو البوليس قال لي مش هينفع ترجع تاني للاسف، وكان قافل كل الطرق اللي بتدخلك على بورتوفينو. لازم يكون عندك بيت جوه عشان تدخل، غير كده مستحيل يدخلك. وكان للاسف من سانتا مارجريتا لحد بورتوفينو مفيش مكان باركينج واحد فاضي. وجات لي فكره ان اشوف اقرب ساحل للاستوديو اللي انا حجزته، وفعلا طلعت بالعربيه على هناك، والمنطقه كان اسمها ديفا مارينا. طبعا مش هتصدقوني لو قلت لكم ان انا بقالي دلوقتي 4 ساعات بدور على باركينج عشان اركن في بورتوفينو، عمال الف حوالين نفسي. والله العظيم 4 ساعات مش بكذب، اتخنقت. يعني ليه اضيع عمري كله بدور على الركنه في المهم يعني في الاخر لقيت مكان كده حوالي 40 دقيقه من بورتوفينو. ورحت بقى جاي بقى ايه، لقيت الدنيا رايقه هنا جميله، وبرده بحر وناس كتيره بقى وايه وطلاينه اكتر. يعني هتحس ان انت في وسط الطلاينه اكتر من بورتوفينو. بورتوفينو اكتريته ناس اجانب، يعني انجليز على هولندا على جميع الجنسيات، انما هنا اكتر ايطالي. هنروح بقى ناكل الفوكاتشا لان في الليجوريا هنا مشهورين جدا بالفوكاتشا، وبعد كده ننزل ميه. طلعنا على الاستوديو لما صاحبته قالت لنا انه جاهز. لقينا المكان جميل جدا وهادي، بس في طلعايه كده كانت متعبه حبتين لازم تكون عارف.
نزلت على وسط المدينة ورحنا على مطعم شعبي كده بيعمل فوكاتشا جميل جدا. الفوكاتشا هناك مميزة جدا، ولازم تبقى عارف ان اصلا الفوكاتشا مشهورين بيها منطقة الليجوريا كلها. ونزلنا على البحر هناك، كان البحر جميل جدا ونضيف جدا وكله طلاينة، ما كانش فيه هناك سياح خالص. وكان كمان الشاطئ مجاني، ولكن كمان في اماكن كتير بفلوس ومش غالية. وخلصنا في البحر ورجعنا نغير ونستعد للعشاء. نزلنا على مطعم كان من اجمل المطاعم اللي رحتها بصراحة. اكلهم يا جماعة ما بيتنسيش. مش كل المطاعم، ولكن مطاعم كتير في ايطاليا بتنظف لك السمك لو انت طلبت سمك، بس بيسألوك الاول عايزني انضف لك السمك ولا تنضفه انت. انا بصراحة ما بحبش انضف، ما بعرفش انضف السمك بالشوكة والسكينة، فهي نضفته لي بصراحة وكان حاجة معتبرة اكل على طول. مع اني بحب انضف في مصر، بس انضف بايديا مش بالشوكه والسكين. على قد ما انا قعدت ساعتين مستني الاكل، مش ساعتين مستني الاكل، لا بصراحه انا جيت الساعه 8 فقالت انت ما كنتش حاجز فلازم تستنى لحد ما تفضى ترابيزه. فضيت الترابيزه الساعه 9، قعدتني 9 ونص، خدوا الاوردر 10. المهم يعني ساعتين ونص تقريبا لحد ما الاكل جه. ولكن الاكل بصراحه مفيش اجمل من كده. اعتقد ان مفيش اجمل من كده بصراحه. وبعد ما خلصنا في المطعم نزلنا نشوف مكان نسهر فيه، وطلعنا على مدينه تانية على بعد 20 دقيقه من ديفا مارينا، سيستري ليفانتي. كانت المدينه الاكثر حيويه في المنطقه كلها، حفلات في كل حته وفي كل مكان زحمه. بجد كانت مدينه مبهره. وقعدنا في مكان واكلنا تيراميسو كان خيالي. تاني يوم الصبح نزلنا على وسط المدينة، فطرنا وابتدت رحلتنا على تشينكو تيري، وهم عبارة عن 5 قرى جنب بعض، ومن أجمل الأماكن السياحية اللي ممكن تزورها في إيطاليا أو في منطقة الليجوريا بشكل خاص. هيكون فيديو مميز جدا وهنشوفه قريب جدا عندي هنا على القناة. ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتقول لي رأيك في الفيديو، وحابب تشوفنا فين قريب، وتشترك كمان في قناة اليوتيوب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بشكركم جدا على المشاهدة.